ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتنا المتواضعة عائلة المروج. يا رب نكبر بفضل ربنا ثم بكم. صحينا من النوم بقى، طلعنا للجورنال، شغلنا شوية قرآن. قلت اما ادخل على المطبخ ونشوف الكركبة اللي فيه. قلت املى كولمان كده وانا واقفة وقاعدة اظبط حواليا، لقيت الأبلة روجي حاطالي كوبايات في الحوض. وانا ألف مرة يا بنتي الكوبايات دي بحطها في جنب بعيد عن المواعين. آه ربنا يهديها بقى، ولما تكبر تكون عرفت وتعلمت. فانا هشيل الكوبايات احطها على جنب ونغسل الدنيا، وادخل المخلل ده في التلاجة. الله المستعان بقى، والله العظيم بقولهم انا شكل ده مش واحده تعبانه خالص. التعبانه دي عاوزه راحه. انا بقوم اعمل اللي ورايا، يعني بعمل اللي ورايا وانام، اعمل اللي ورايا وانام هكذا. ربنا يعيني وربنا يشفي كل مريض يا رب. الله المستعان. هعمل لهم النهارده فرخه بالبطاطس كده ومحشره رز، حاجه سهله. يعني انا بحاول على قد ما اقدر ان انا بعمل حاجات سهله كده، وربنا يعيني وربنا معايا يا رب. نروح بقى نودي الشفشق في الكولمان ونكمل الكولمان بتاعنا. حتى طبعا ازازة تلج كده. الله المستعان. والله اني شغلت قرآن الاول كده، وبعدها بقى بنصدق ونشغل اي اغاني واحنا واقفين في المطبخ. بحاول اسلي نفسي باي حاجة على ما العيال تصحى يلاقوني طبعا مخلصة اللي ورايا ويصحى على دروسهم. وامتى الاجازة تخلص ونيجي المدرسة نقول امتى المدرسة تخلص. الله المستعان. والله ربنا معانا ويعيننا ويعيننا على مصاريف عيالنا وبيتنا. ربنا يرزقنا يا رب ويرزق الجميع. هخلص بس ملو الكلة وبعد كده هنغسل مواعيننا. متنسوناش بقى باللايك والاشتراك يا رب قناتنا تكبر كتير كتير بفضل ربنا ثم بيكم. ملينا كل منا. رحنا ودينا المخلل في التلاجة، ظبطنا شوية حاجات. طلعت اللبن من الفريزر، كنت مطلعاه امبارح وحطاه على رف التلاجة، وكنت مطلعه اخر فرخة بقى عندي وحطاها على رف التلاجة. حطيتهم كده على الفريزر عشان يفكوا. نروق بقى شوية المواعين دي، هي بسيطة بس انا والله عشان تعبانة اي حاجة بقت كتير عليا. طلعت الطيور الصبح اكني طلع مرة. فالله المستعان وربنا يعيني. والحمد لله والله كل حاجة الحمد لله عليها. نحمد ربنا على الصحة والستر. ربنا يسترنا يا رب جميعا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك، ويرزقنا الصحة ودايما يا رب مستورين. خدت بقى الكنكة اللي بيسخنوا فيها كده عشان نغسل الازايز ونغسل الكوبايات. طلعنا كل حاجة في جنب ويلا بينا نروق الحوض بتاعنا. طول ما في حوض وفي كركبة وفي بهدلة، والله على قد ما هي بتبقى متعبة بس بتبقى فيها حياة وروح في الشقة. ربنا يبارك لي يا رب في ولادي ويبارك لكم في ولادكم ويحفظهم يا رب. البيت من غيرهم ربنا يرزق كل مشتاق. ربنا يحفظ لي ولادي ويحفظ ولادكم. قعدت فترة طويلة من غيرهم، كان كل يوم بدموع، بس الحمد لله لما ربنا رزقني. حتى لما ابوهم يجي يقسى عليهم شوية يعني ربنا يحفظهم لي. روقنا حضن، شغل الاغاني نهيص شويه. خلصت كده الحوض ومليت الازازه اللي كنت غسلاها وغسلت الحله، وعاوزه اجيب لها حاجه عشان مش عاجباني كده. عملت بوتاجازي كان نضيف، عملته بس بحته قماشه وخلاص كده. نروح بقى نجيب الفرخه ننقعها في ميه، وعاوزه اعملها النهارده. عاوزه اعملها زي المشويه، ببقى اتبلها كده واسيبها تشوي كده مع نفسها. بس انا كنت عاملها النهارده صينيه بطاطس بالفراخ، لسه هشوف يبقى منها كده ومنها كده وخلاص. حطيت لها بقى ملح وليمون، لقيتها لسه يعني فاضل لها حاجه بسيطه كده وتفك. روح عيني الازازه في التلاجة وقعت عليا. نروح نغير هدومنا ونقعد ننقي رز ونجيب اللبن نغليه كده ونشوف هنعمل ايه. وحشين واحده واحده، ما تستربعيش. والله ورايا مشوار اخر النهار، ويمكن ابو روجي كده يجي يقول تعالي نعمل كارت الكهرباء ويبقى كده مشوارين. الله المستعان. اقعد اقول له روح لوحدك، مفيش فايده، مش عارفه في ايه بالظبط. يلا نسيبها بقى كده في الميه والملح وليمون، ونروح ننقي الرز بتاعنا الجميل كده عشان نحطه في الفرن. حاجات بسيطة خالص اهي، مبتاخدش وقت.
مطلعه كيسين لبن صوص كده وحته قشطه، كنت بتفكس بحطها على وش الرز ان شاء الله. يلا بينا نغليه على البوتاجاز عشان ما ياخدش وقت في الفرن. حطيت اللبن كده وحطيت له شويه ميه عشان طبعا هو لسه متجمد عشان ما يمسكش في ارضيه الحله ويتحرق من تحت. ننقي الرز بقى بتاعنا في البلكونه كده. مش شغالك اغاني اهو يا ستي اللي كنت بتتريقي على صوت الغساله اللي بتقولي لي عيب، مش عارفه محسساني ان انا كنت بعمل جريمه ولا حاجه. اروح بقى نقعد ننقي الرز كده في البلكونه ونشوف هنعمل ايه قبل ما النور يقطع علينا. نقيت الرز في البلكونه وجبت شويه توم كده قعدت اقشرهم وانا قاعده في البلكونه بالمره. كان نفسي في البطاطا وكل ما اروح السوق الاقيها مش حلوه. ربنا رزقني بواحده امبارح كانت البطاطا بتاعتها حلوه، جايبه ديت الرفيعه اشويها جنب رز والتخينه كده نبقى نعمل صينيه بطاطا ان شاء الله. طلعت بقى الحاجه جنبي البصل والبطاطس وجبت الطماطم حطيتها جنبي عشان ايه اعمل الحاجه وانا واقفه كده على السريع ما فيش حاجه تعطلني. قرار اخير بقى، هنتبل الفرخه ونسيبها زي كده ونشويها في الفرن. بجهز لها بقى فلفل بصل طماطم وفلفل هادي وشطه حاميه والبطماطم يعني بطايه وطماطمايه او 2 زي ما انت عاوزه، ونحط لها توم والتوابل بتاعتها بقى بهارات فراخ وفلفل اسمر وملح وكمون وطبعا معلقه سكر كالعاده بتاعتي. ولو لقيت مرقه دجاج في التلاجة يبقى حلو قوي، ما لقيتش والعيال خلصوها تمام مش مشكله. وهحط لها شعرة قرفة، انا بعشق حاجه اسمها قرفه بعشقها كده. هحط لها واحده لورا وكم ورقه حبهان، واحده بس بقى واحده حبهان وكم ورقه لورا كده. وهاتي يا ماما. لقيت واحده جت بتقول ما عادش فيه تاني، ما انت بتخلصولي للفشار. حطيت فلفل اسمر وحطيت لورا وحطيت حبهان ومرقه دجاج ولسه بعمل الحاجه بتاعتي. حتى بزبره ناشفه وحتى كركم وحتى بابريكا وحطيت شويه الثوم اللي انا مقطعوهم سبت 3 كده للبطاطس. وكالعاده لقيت الحاجه ريتاج مخلصه البهارات الفراخ على الفشار. نضربهم بقى في الخلاط لغايه ما يبقى بسيسه خالص حاجه ناعمه كده. نعمتها خالص كده. انا جبت الفرخه وقمت قطعوها من هنا وفتحاها من الصدر من جوه كده اهيت وعملت برضو الدبوسه وفتحتها كده عشان احشيها من جوه واحطها في صينيه. اعذروني بقى من الحوض هروقه في الاخر. هحطها بقى في صينيه كده وهقطع تحتها بصل وطماطم وفلفل. هتشوفوا انا استكفيت ببصلتين، هرش عليهم بقى شويه ملح فلفل اسمر وخلاص على كده، واحط الفرخه فوقها واتبلها بالتتبيله بتاعتها وندخلها التلاجة على ما اللهم صل على النبي على ما الدسس تخلص خالص واقوم حطاها بعد الدسس. بعد ما قلت الريتاج هات الليمون عشان اعصرها في التتبيله وانا بعملها في الخلاط نسيت احطها. حشيت بقى وكسرت حاولت على قد ما اقدر كده اكسر العظم بتاع الفرخه عشان ايه تدوب كده تبقى دايبه زبده كده. حشيتها بقى من جوه ومن ظهر ولفيتها كده بالتتبيله. هحط عليها بس حته سمنه كده ونحطها في التلاجة تتبل بقى براحتها على ما نخلص. شفت السمك لما بنتبله كده ونعمله فسيخ او سردين، الفرخه دي عاوزه تتاكل كده. حطيت لها سمنه كده وقمت حاطه حبه من التتبيله على وشها اغلفها ونحطها في التلاجة. والله الفرخه اللي بتقول اهون عليكي ايوه تهون عشان خاطر عيالي طبعا. غلفتها كده ورقه جوه وورقه بره وغلفتها حلو كويس. ندخلها بقى التلاجة تتبيله كده تدوب فيها وبعد ما نخلص نحطها في الفرن. يلا بينا. بس استنوا في لايكاتكم واشتراكاتكم، نفسي قناتي تكبر بفضل ربنا ثم بيكم وتوصل كتير. لميت اللي في الحوت على قد ما اقدر وحطيت بقى البطاطا عشان لو فيها طينه اي حاجه تدوب كده. نروح بقى ندفن الحاجه دي في التلاجة. قشرت البطاطس كده، طلعت 5 بطاطسات قشرتهم وغسلتهم. نقطعهم بقى حتت كده عشان نحط على الطماطم. ضربت الطماطم في الخلاط مكان التتبيله اللي هي بتاع الفراخ. والله التتبيله ريحتها تحفه
ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، اللهم امين. ويحفظ حنا ومنا يا رب، اللهم امين. ويحفظ لنا اولادنا ويبعد عننا العيون الحاسده اللي ربنا قال قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ربنا يحفظ يا رب بيوتنا من عين الوحشه اللي تحسد الناس وهي ما تعرفش الناس فيها ايه والبيوت فيها ايه. ربنا يحفظنا جميعا. يلا بينا نغسلها غسله حلوه ونقطعها. ما تقوليش بقى انت قشرتيها وغسلتيها غسله، لا انا اهوت قطعتها زي ما انتوا شايفين كده وغسلتها غسله حلوه. نصفي الميه دي بقى ونعمل ميه حلوه ونقطع الحاجه عليها. طفيت على اللبن وبغلي شويه ميه عشان لو احتجتها للرز يبقى كله حاجه سخنه والرز يتعمل على طول ان شاء الله. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. بعد ما غسلت البطاطس كده حطيت لها طماطميه مقطوعه، ده غير اللي انا ضربها في الخلاط. حطيت لها 3 فصوص ثوم، حطيت لها معلقه السكر اللي احنا متعودين عليها، حطيت لها شطه سايباها كده قطعتها بس كده نصين، فلفل اخضر، بصلايه ريحه الحاجه تخنقني، حطيت كزبره، فلفل اسمر وكمون وملح وبابريكا، وحطيت كركم اللي انا بصراحه من ساعه ما عرفت فوائده ما كنتش بستغنى عنه. ننزل بقى بعصير الطماطم، قلت حطيت سكر، توم، كزبره ناشفه، بابريكا، ملح، كمون، الحاجه لو انا نسيت حاجه، والبصل وطماطم كده. وننزل بقى بالعصير الطماطم ومعلقه سمنه حلوه كده. وانا واقفه كده بحاول الم على قد ما اقدر حواليا عشان ما تبقاش الحاجه مكركبه. الفلفل ده كنت بطلعه عشان احطه تحت الفرخه اللي انا هشويها في الفرن. هودي التلاجة بقى، وغسلت البطاطا غسله حلوه كده ولميت الحاجه في كيس ومروقه الحوض حواليا يا دوب على الشفشق بس، لان انا عامله فيه بصل وتوم وكده. هغسله بقى بالسلكه واظبط الحوض بتاعنا ومعادش فيه اي حاجه كده على الحوض. ونغسل الرز بتاعنا ونولع فرننا يسخن. طلعت المحشية اللي انا هدس فيها، لا طبعا ما بحطش اي حاجة في المطبخ الا لو مغسولة. غسلت شطفتها شطفة كده وسبتها تعمل على ما صينية البطاطس تبقى نص سوا. علقت كده على البطاطس على ما الف حواليا. ننضف حوضنا ونحط الحاجة في التلاجة يكون بقت نص سوا. نولع الفرن يسخن عشان نحط الدسس ونبقى نحط صينية البطاطس جنبه. والله اللي اهم من الطبيخ واعمال الاكل ان انت تبقي واقفه في المطبخ نضيف وما فيهوش حاجه حواليك علشان تبقى الحركه بتاعتك سهله. حتى والله مطبخي صغير بس ايه دايما بتحرك حواليه اكنه كبير كده، حاجه صغنونه بقى. قلت والفرن بيسخن كده احط البطاطا عشان طبعا هتاخد وقت طويل. ونغسل الرز بتاعنا على ما يسخن. يلا بينا نغسله ونحط ملح وقشطه. ما عنديش زبادي المره دي نحط قشطه، والقشطه بتخلي طعم الرز جميل. حطيت ملح وحطيت معلقه زيت كده او معلقتين وحطيت القشطه. انا القشطه دي بخزنها من على وش اللبن. نقلب بقى تقليبه وننزل باللبن وشويه ميه سخنين على الرز وندخله الفرن. ما شاء الله حطيت كده اللبن وقلبته ونزلت بالميه السخنه. ما حطيتش اللبن كله، كان اللبن عندي خلصان وانا بقى من عشاق الشاي على اللبن. خدت شويه كده سرقت شويه لبن من اللبن بتاع الدسس. نحط بقى في الفرن. طبعا الفرن بتاعنا سخن ومتولع قبل ما اغسل الرز. ونغسل بقى الحاجه ونغسل حوضنا والحله بتاعت حوضنا اللي مش عارفه هي مش راضيه تنضف ليه. والله غسلاها بخل وكنت غسلاها بمزيل دهون. هي باينة في الكاميرا ان هي عاملة خالص بس هي مع الحيان متنضفة. يعني هي ما شاء الله دايما ايدي في الحوض وفي البوتاجاز. ندخل بقى اللبن الفرن ونعلي خالص على اعلى حاجة عشان ياخد على طول يستوي على طول ونروح مشوارنا. ولو العيال هتلحق تتغدى قبل الدرس. طفيت على البطاطس على ما الرز كده يستوي شويه يبقى نص سوا. ندخل بقى البطاطس جنبه. هروح احط اللبانه في التلاجة ونشوف الحاجات ديت ويبقى كده الحمد لله خلصنا. طبعا الفرخه هسويها بعد البطاطس يعني مع البطاطس كده جنبها. اعذروني بقى شغلت الغساله اللي فيها الناس بتتضايق منها. وادي الرز المعمر ما شاء الله الله اكبر. ودي البطاطس بتاعتنا كانت نشفت خالص. قمت خدت من الصوص بتاع الفرخة حطت لها كده ما شاء الله.
نحط بقى الورق بتاعنا. انا طبعا حاطه جوه الرقبه والقناصه والكبده، تتاكل اكل والله. لقيتها بالمعلقه دايبه دوبان كده دايبه. وكده يكون خلصنا غدانا. نعمل حبه مخلل جنبه، خيار، نقطع خيار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، ما تنسوناش بالله كل اشتراك وتفعيل زر الجرس واختاروا الكل، واشتراكاتكم الجميلة. يا رب نكبر بفضل ربنا ثم بيكم. دعوتكم لاخواتنا في فلسطين واخواتنا المسلمين، وربنا يشفي كل مريض اللهم امين، ويستر المسلمين فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليهم. ربنا يرزقنا الصحة يا رب والعافية عشان نقدر نخدم بيوتنا جميعا يا رب، واجعل بيوتنا مستورة. متنسوناش بدعوة حلوة منكم لينا وليكم منا بالمثل. انزلوا تحت في التعليقات صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.